لو انت حران وزهقان ومش عارف تروح فين بس محضر النية وعايز حمامات سباحة مساحتها واسعة تبلبط فيها البلبطة اللي هي، وكمان قعدات وكافيهات اوبن اير تقعد فيها قعدة جميلة وعائلية، وملاعب كورة وتنس وبادل على اعلى مستوى وحاجة مية مية، وكيدز اريا للاطفال يتفرهدوا ويطلعوا فيها كل طاقتهم الروحية. كل الكلام الجميل ده هتلاقيه في نادي النسور دار القوات الجوية. تعالوا نشوف كل حاجة مع بعض بالتفصيل. في البداية بس زي ما قال لكم طائر البطريق كده بالظبط، دي قناتكم ريفيوهات الرحلات اللي بتهتم بريفيوهات الفنادق والرحلات وأماكن الخروج في مصر بكل مميزاتها وعيوبها. فلو مهتم بالكلام ده ما تنساش دوس سبسكرايب جنب طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده، ويلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. نادي النسور بتدخله من مدخل برايفت كده ليه لوحده، وموجود في منطقة شيراتون المطار متفرع مباشرة من طريق النصر، وادي المدخل بتاعه اهو. تعالوا ندخل بقى نشوف سعر تيكت الدخول وحمامات السباحة والكباين اللي ممكن تقضوا فيها دي يوز، والملاعب والكافيهات والكيدز اريا وكل حاجة. يلا بينا. أول حاجة بالنسبة للدخول، التيكت ب 30 جنيه للفرد في الأيام العادية، وب 40 جنيه في الويك إند والعطلات الرسمية. وفي تيكت باركنج ب 10 جنيه تدخل تركن العربية جوه، أو مسموح لك تتنقل بيها من مكان للتاني جوه النادي عادي خالص، مفيش أي مشكلة، بدل ما تمشي يعني وتتفرهد في المشي. ادي في باركنج اهو اللي قدامكم ده على طول اول ما تدخلوا النادي، وزي ما انتم شايفين كده ممكن تدخلوا بالعربيه لاي مكان انتوا عايزينه. اول ما بتدخل النادي بتلاقي الملاعب على يمينك على طول. ادي ملعب كره القدم اهو نجيل طبيعي، وبيبقى فيه تمرينات لو عايزين ولادكم يشتركوا فيها. في هنا ملاعب كتيره قوي، كره قدم وتنس وسله ويد وبادل. هبقى اوريلكم الملاعب كلها اخر الفيديو، بس خلينا نشوف النادي الاول كده ونشوف الطريق اللي بيودي على حمامات السباحه على طول، عشان اكيد في الجو الحر والفرهده دي اول حاجه عايزين تشوفوها هي حمامات السباحه، وتعرفوا برضو التيكت بتاعها وكل تفاصيلها. فيلا بينا نخش في الموضوع على طول. وانت في بدايه الطريق كده بتلاقي فيه مجسمات جميله قوي للحيوانات، بتبقى مفرحه للاطفال الصغيرين وبتصوروا عندها وشكلها حلو جدا. وفي قعدات كده في فرجولات زي ما انتم شايفين، قعدتها فري وحلوه قوي. وطول ما انت ماشي بقى بتلاقي جرين اريا في كل حته، شجر وورد في كل مكان. ومستوى الهاوس كيبنج هنا عالي قوي زي ما انتم شايفين قدامكم كده، يعني الشوارع نظيفه جدا، ما تلاقيش بلاطه متكسره ولا حاجه واقعه، فبتحس براحه نفسيه قوي في المكان. ودي ملاعب البادل اللي هناك دي هبقى اوريها لكم من قريب واقول لكم سعرها كمان شويه. وبرضه بتلاقي القعدات اللي على هيئه مراجيح قدامكم دي كتيره قوي ومنتشره على جانب الطريق طول ما انت ماشي، لاي حد بقى عايز يقعد يريح عليها شويه. احنا كده وصلنا قدام مدخل حمام السباحة، وزي ما انتم شايفين ممكن تركنوا العربية قدام مدخل حمام السباحة على طول لو عايزين تختصروا يعني، بدل ما تمشوا يعني كل ده. وده مدخل حمام السباحة اهو. تعالوا ندخل نشوف كل حاجة فيه بقى مع بعض. تعالوا نبدأ في البلبطة والنعنشة بقى. حمامات السباحة هنا مساحتها كبيرة جدا زي ما انتم شايفين قدامكم كده. وفي حمام سباحة أطفال المدور اللي قدامكم ده عمقه يا دوبك 50 سنتي بس. وحمام السباحة بتاع الكبار متدرج، يعني أقل عمق فيه هتلاقيه 120 سنتي، وفي النص بيوصل ل 150 سنتي، يعني معظم الناس بيبقى ليهم طول، فدي حاجة كويسة قوي هنا بصراحة. بالنسبة لسعر التيكت بقى بيبقى ب 120 جنيه للفرد في الأيام العادية، و150 جنيه في الويك إند والأعياد. وفي شاليهات هنا جميلة جدا اللي بزوم لكم عليها دي حوالين البول كله، بتتأجر دي يوز ب 1000 جنيه وبتسعى ل5 أفراد، يعني الخمس أفراد توتال بيدفعوا 1000 جنيه شاملة طبعا نزول حمام السباحة، وبيبقى من الساعة 9 الصبح ل 8 بالليل. وفي هنا كافيه برضو اللي بزوم لكم عليه ده لو عايزين تطلبوا أو تشربوا منه أي حاجة، وأسعاره رخيصة وحلوة. بالنسبة للبول بقى مواعيده من 9 الصبح لحد الساعة 6 بالليل، بس بعد الساعة 4 بيقسموا البول الكبير ده نصين، نص للتمرينات ونص للناس تنزل فيه عادي. وبالنسبة لاشتراك تمرين السباحة بيبقى ب 600 جنيه في الشهر للي عايز يشترك برضه، عشان ابقى وضحت لكم كده كل حاجة بالتفصيل. تعالوا بقى نلقي نظرة سريعة كده على بقية النادي. في مطعم سوري صغير كده أول ما بتطلع من حمام السباحة أوبن اريا، وقعدته ظريفة. وده المنيو بتاعه اهو، يعني دي أسعار الكريب للي حابب يعرفها، ودي أسعار ركن السوري، وركن الوافل برضه تحت اهو. تعالوا نكمل بقى. ودي الكراسي المراجيح اللي قلت لكم عليها، هتلاقيها موجودة في كل حتة هنا. وفي هنا كافيهات اوبن اريا مساحتها كبيره جدا، وشاشه عرض قدام كل واحده تقعد تشم حبه هوا وطراوه حلوين قوي هنا. معلش بعتذر لكم الشمس في اتجاه التصوير مش واضحه قوي، بس الجزء اللي هناك ده كله كافيهات اوبن اريا زي ما قلت لكم كده بالظبط. وفي برجولات موجوده هناك اهي فري برضو للي حابب يقعد فيها. وزي ما انتم شايفين العربيات راكنه قدام الكافيهات اهي، يعني زي ما قلت لكم انتوا ممكن تتنقلوا بالعربيات قدام اي مكان، ودي ميزه حلوه قوي هنا انه بيسمح لك انك تلف النادي كله بالعربيه مفيش فيها اي مشكله. ودي البرجولات اهي قدامكم. وفي هناك كافيه اندور برضو اللي بزوم لكم عليه ده.
وهنا البرجولات دي جميله جدا وقعدتها رايقه وعددها كبير للي حابب يقعد يريح فيها، وموجوده عند منطقه الكافيهات زي ما قلت لكم. تعالوا بقى نروح نشوف الملاعب كلها وبعدين الكيدز اريا في السريع كده. في برضه كافيه تاني كبير اهو اول دور هناك جنب الملاعب على طول. خلينا نبدا بقى بملاعب البادل. في ملعبين بادل هنا والساعه ب 350 جنيه لو حد عايز يحجز فيها، وفي هناك كيدز اريا هي هوريها لكم بعد ما نخلص الملاعب على طول. وده ملعب الكوره النجيل الطبيعي اللي شفناه في اول الفيديو، وبيبقى فيه تمرينات للاولاد هوريها لكم كمان شويه. وجنبه على طول ملعب التنس اللي قدامكم ده، ادي اهو 4 ملاعب تنس كده جنب بعض. والملاعب هنا كويسه وموجوده في حته مع نفسها، والاولاد يقدروا يشتركوا في اي لعبه بالتنسيق طبعا مع اداره النشاط الرياضي في النادي. بس بصراحه ما اعرفش هل ممكن مجموعه صحاب يحجزوا وقت معين مع بعض ولا الملاعب مخصصه للتمرينات بس. وفي ملعب كرة تاني خماسي اهو نجيل صناعي والارضيه بتاعته جميله اهي برضو. وفي هناك ملعب تنس برضو وملعب سله اللي بزوم لكم عليها دي. فبصراحه الاهتمام بالملاعب هنا حاجه محترمه جدا، واي حد يقدر يشترك في اي لعبه هو عايزها في النشاط الرياضي هنا. وهنا على اخر اليوم اهو بدات تمرينات كره القدم للاطفال زي ما واضح قدامكم كده. تعالوا بقى ناخد جوله سريعه كده برضو بالعربيه واوريلكم قاعه الافراح والفندق اللي هنا. ادي قدامكم اهي قاعه الافراح اوبن اير، ممكن تتحجز من هنا ومساحتها كويسه جدا. ده المدخل بتاعها اهو شكله جميل، ودي مساحتها من جوه اهي. بزوم لكم عليها شويه برضو عشان تبقوا لحد ما شايفينها. استنوا امشي شويه كده عشان تبان اكتر. ادي القاعه من جوه اهي، والكوشه هناك اهي عقبالكم جميعا كده ان شاء الله. تعالوا بقى نروح نبص على الفندق، على فندق النسور اللي موجود هنا برضو عشان نبقى شفنا كل حاجه. ده الفندق اهو مساحته حلوه ما شاء الله، واكيد طبعا بيبقى فيه خصم جامد لضباط القوات المسلحه لانه اصلا في دار القوات الجويه. تعالوا نروح نشوف بقى الكيدز اريا عشان نبقى شفنا كل حاجه، ودي اخر حاجه هنشوفها هنا في النادي. النادي هنا فيه 2 كيدز اريا. دي اول واحده دخولها فري، بس للامانه هي متهالكه جدا وعدد محدود قوي من المراجيح موجوده هنا، ومحتاجه صيانه كتير زي ما واضح قدامكم كده بالظبط. ودي تاني كيدز اريا اللي هناك دي، ودي التيكت بتاعها ب50 جنيه. فيها بقى جامبولين وترامبولين وحبه العاب جميله كده، ومهتمين بيها بصراحه مش زي اللي شفناها من شويه خالص. بصفه عامه بقى النادي واسع وعائلي جدا وكله مميزات. هو العيب الوحيد بس الكيدز اريا محتاجين يعملوا لها صيانه شويه. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في اي حاجه شرفوني بيها في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.